سلام أحبابي. اليوم غادي نحكيو على موضوع غريب وجديد بزاف على الجن. من معلومات وأبحاث حديثة ما كي تحكاش عليها بزاف فالمحتوى العربي حتى دابا. فدراسة نفسية عصبية نشرت في 2026 مجلة Frontiers in Psychology وتعاون مع باحثين من جامعة القاهرة وجامعة الملك سعود، لقاو باللي نسبة كبيرة من الناس اللي كيقولوا شفتوا الجن أو حسيت بالجن في الليل كيظهروا عندهم نشاط غير طبيعي فمنطقة التمبورال لوب في الدماغ أثناء النوم أو الاستيقاظ الناقص. والأغرب الدراسة استعملت EEG و fMRI على 320 شخص ادعوا باللي شافوا أو حسوا بالجن، ولقات باللي 68% منهم عندهم مايكرو سيجرز خفيفة جداً في الفص الصدغي أثناء الاستيقاظ من النوم أو قبل النوم مباشرة. هذا النشاط كيخلي الدماغ يخلق هلوسات سمعية وبصرية قوية جداً، صوت خطوات، ظلال، شكل إنسان، إحساس بوجود حد جنبك. وكيبانوا الناس باللي هذا جن فعلاً، لأن التجربة كتكون واقعية بزاف مش مجرد حلم غادي. السبب الأكثر شيوعاً نقص النوم المزمن وتوتر عالي وصيام طويل، خاصة في رمضان أو أيام الصيام الطويلة، كيخلي الدماغ يدخل في حالة hyper excitability ويولد هلوسات. يعني فكثير من الحالات اللي كيقولوا شفتوا الجن أو حسيت به ما كيكونش كذب ولا خيال، بل الدماغ ديالهم كيولد تجربة حقيقية جداً بسبب نشاط عصبي غير طبيعي خفيف. والدراسة خلصت باللي هذا النوع من اللقاءات كيزيد في الدول اللي فيها صيام طويل، وكثير من الحالات كيختفي تماماً لما يرجع النوم والراحة للجدول الطبيعي. صدق باللي في كثير من الحالات الجن اللي كنشوفوه في الليل هو مجرد دماغنا كيولد هلوسات بسبب التعب والصيام. سبق ليك تحس بحضور غريب في الليل وتفكر باللي جن؟ قولي في الكومنتات شنو حسيتي. ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. نشوفكم قريب. سلام.